الليلة ليلة الفولت العالي و100 عقبة ولع يا غالي. النهاردة الأهلي أكل سموحة 3 ملوحة على الرايق، وكهربا الرايق، ومرتضى يا عيني متضايق. إيه الجمال والحلاوة دي يا كهربا؟ إيه الطعامة دي يا أخي؟ يعني وحشتنا أسيستاتك، وحشتنا جوالك ولمساتك وفولتاتك وغمزاتك ولمساتك، كل الحاجات دي وحشتنا يا أخي. ده أنت برجوعك النهاردة زمان صاحبك يا عيني في العناية المركزة، ولو ما دخلش العناية المركزة هيطلع بعد الماتش كده كمان شوية يقول لك أطالب بإلغاء نتيجة الماتش وأطالب بصعود سموحة عشان كهربا ما كانش ينفع يلعب. أصلنا احنا لا مؤاخذة يعني بنتضايق، ويعني مش قادرين ويعني جبنا لهم الضغط والسكر وكل الأمراض المزمنة. إيه الجمال ده؟ ايه السيمفونيه اللي كان بيعزفها الاهلي النهارده دي؟ والله يا جماعه دي سيمفونيه. الاهلي النهارده كان بيعزف سيمفونيه قدام سموحه، والله سيمفونيه. وبعدين بقول لك ايه يا كابتن هاني يا سليمان، انت كنت فين؟ فالح لي بس امبارح كده على الفيسبوك تقول ايه؟ غدا القاك. متاكد ان هي كانت غدا القاك مش غدا اضحكك؟ اديك يا اخويا اهو لبست جولين في 3 دقايق، ويعني بماركة ضحكني شكرا. والله اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. بس اقول لك ايه، ده ذنب كل الدقايق اللي ضيعتها الماتشات اللي فاتت كلها بقى في سموحة والاتحاد، ده ذنب كل اللي فات. وبعدين شفت ما تطلعش بقى بعد كده تسف على الفيسبوك والسوشيال ميديا، عشان لما وزن الحاجات دي بتتنظر، الحاجات دي بتتنظر. واديك اهو لبست، والنهارده كانت يعني اضحوكة الموسم، فيعني بلاش. وبعدين بقول لك ايه، الواد محمد هاني تحس كده انه بيجي وقت السيزون بتاع كاس العالم للانديه وبيبقى واحد تاني. سبحان الله، ربنا بينفخ في صورته وبيلعب باداء مختلف، تحس ان ريحه كاس العالم للانديه كده بتناديه. وكولر راجل مايسترو كده وفنان، الراجل اتعلم من غلطاته. شفت ماتش الاهلي وسموحه اللي فات لما الاهلي تقريبا ما لعبش كوره؟ كان اول مره يلعب قصاد طارق العشري، كان اول مره يشوف طريقه العقم اللي بيلعب بيها سموحه دي. طريقه طارق العشري دي يا برنس تخلص زي ما الدنيا خلصت كده النهارده، دفاع متقدم وضغط وهوب تلب وجول في اول ربع ساعه. لبيته جول في اول ربع ساعه، هيجي التاني والتالت والرابع وتلاقي شوارع بره. سلمت وفضلت تلعب كرة كده في نص الملعب ولا هتعمل اي حاجه، ولا حياه لمن تنادي. فالنهارده كولر بصراحه اتعلم من اخطائه، وفعلا طارق العشري ما جاش النهارده، وفرقه سموحه ما جاتش. ولولا تخاذل الاهلي كده في اخر 10 دقائق والله يعني كان الماتش ده ما يخلصش 3، يعني الماتش ده يخلص 5-6 مستريح. احنا محتاجين بقى رجاله الاداء الحلو الجامد ده يعني تقدر تقول دي احلى بروفا كده الماتش اليوم السبت. دي احلى بروفا يعني للعرس الكروي ان شاء الله كده بتاع يوم السبت. احلى بروفا دي ولا ايه؟ هيبقى شغل عالي بقى، شغل عالي. احنا لو لعبنا بالاداء ده ولعبنا بالروح دي والله العظيم هننزل يوم السبت نسففهم النجيله. وبقول لك ايه، وبقول ان انا بقول لك اهو دلوقتي، وقلتها في فيديو قبل كده، لو الاهلي داس على الزمالك يوم السبت ان شاء الله اقاله فيريرا. انا بقول لك اقاله فيريرا هتبقى يوم السبت بعد الماتش. بص على تصريحات مرتضى منصور كده بقالها كده كام يوم بيلاعب اللعيبه مش في مكانها ومش عارف ايه وبتاع. فبقول لك ايه، هو بيمهد، سيبك بقى من مكمل ومش مكمل. الاهلي يا جماعه دلوقتي الفرقه بسم الله ما شاء الله ماسكه نفسها، عندنا بديل في كل حته، الدنيا تمام، اللعيبه روحها كويسه. الناحيه التانيه المنشطات مبهدله الدنيا، غير جلسات ازاله الشعر بالليزر ما برضه مبوظه الدنيا، فالدنيا هناك خربانه خالص. فدي بروفا جميله كده لماتش يوم السبت ان شاء الله كده، يعني ننزل نظبط كده الاداء ونعلي الاجواء ونلبهم ايه ستايه تاني بقى، يا سلام بقى. وبعدين بقى ايه، نخلص دول ونطلع بقى ايه على الاسيوطي، نطلع بقى كده على الاسيوطي ان شاء الله نعي الفاينل، يجيبوا لنا بقى حكم اجنبي زي الماتش اللي فات كده ويدفعوا هم ثمنه عشان احنا مش هندفع فلوس، تمام. وان شاء الله نلبهم 3 زي اللي فاتوا، وناخد بقى كده الكاس وايه، والدنيا تبقى رايقه وهاديه ورايقه. وان شاء الله كده ايه نعمل احلى اداء ان شاء الله كده، ويبقى ماتش الزمالك ده حافز جيد جدا، ويبقى احلى بروفا برضو لكاس العالم للانديه اللي يا عيني ما شموهاش. فان شاء الله يبقى احلى بروفا، وان شاء الله ماتش يوم السبت ده يبقى نار. والف مبروك يا اهلاويه.